مش مهم ايه اللي حصل، المهم انتي هتعملي ايه دلوقتي. هل هتاخدي خطوات للمستقبل انك تكوني في حياة صحية اكتر، ولا هتفضلي عايشة في الماضي؟ ده من اهم المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها. ازاي تعيدي ترتيب حياتك من اول وجديد. اوقات بتحسي ان حياتك فوضى، اليوم ماشي بالعافية، بتصحي الصبح اليوم بيعدي وزي ما تيجي تيجي وخلاص. حاسة انك تايهة، حاسة انك مش على الطريق اللي كان نفسك تكوني فيه. بصي، انا عارفة الاحساس ده كويس، ومش غلط انك تحسي بكده. بالعكس، دي علامة نضج، علامة تدل انك بدأتي تبصي على حياتك من بره. عايزة تنظفي حياتك، عايزة تعيدي ترتيبها بشكل صحيح، عايزة تحطي فيها حاجات تليق بيكي اكتر. بصي، تعالي نبدأ واكتبي ورايا او ركزي معايا ازاي تبدأي من اول وجديد. خليني اقولك حاجة مهمة الاول جدا، البداية بتيجي من عندك انت. الفيديو ده واي فيديوز تانية شفتيها ما هي الا وسيلة بتشجعك وبتديكي دافع انك تبدأي، لكن البداية الحقيقية بتيجي من عندك. انت ممكن تسمعي الفيديو ده ويبقى عندك الحماس يلا هبدأ او اغير، واول ما تقفلي الفيديو مفيش حاجة بتحصل اصلا. فلازم يبقى عندك العزيمة انك تبدأي حتى لو فاقدة الشغف، حتى لو مفيش حماس. الفيديو ده ما هو الا وسيلة بجد انك تبدأي، بيبقى مرجع ليكي. علشان كده بقولك اكتبي ورايا الحاجات اللي انا هقولها، بحيث لما يعدي عليكي وقت تفقدي الشغف، الحاجات اللي انت كتبتيها اول ما ترجعي تشوفيها تبدأي تتذكري ان انت عندك فعلا حاجة لازم تعمليها. فبجد خلي البداية تيجي منك. الفيديوهات دي مش هتيجي تمسكك من ايدك وتقولك يلا هنبدأ التغيير، يلا تعالي رتبي حياتك. انت اللي بايدك تعملي كده. فازاي بقى ترجعي السيطرة على حياتك وانت اللي تسوقيها، مش الظروف ولا الناس ولا التشتت؟ هنقولهم على تقريبا 10 خطوات هتبدأي تعمليهم خلال يومك، هيبدأوا بجد يغيروا من شكل حياتك وتبقى مترتبة اكتر. اول حاجة لازم كده تهدي، تقفي كده وتسألي نفسك انا عايزة ايه. وانا عايزة ايه مش الناس اللي عايزة ايه، او اهلي عايزين ايه، او مش السوشيال ميديا بتقوله هو النجاح وهو الصح. فتسألي نفسك انتي عايزة ايه الحياة اللي بتحلمي بيها، عايزة تعيشي ازاي، عايزة تبقي فين بعد سنة او بعد 5 سنين من دلوقتي. اكتبي ده بكل صراحة وبكل وضوح من غير اي فلترة او مجاملة، لان الوضوح هو اول خطوة في اعادة الترتيب. تاني حاجة، نظفي المساحة. زي ما بننظف المحيط اللي حوالينا علشان نعرف نعيش فيه، لازم ننظف حياتنا كمان. اسألي نفسك ايه الحاجات اللي بتسرق طاقتي، مين الاشخاص اللي وجودهم في حياتي عامل قلق وتوتر ومفيش راحة، ايه العادات اللي بعملها يوميا وفي الاخر مش بطلع بيها بفايدة او بقيمة. بصي، اعملي ديتوكس لحياتك، من الناس، من العادات، من العلاقات، من الصحاب، من السوشيال ميديا، من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. اعملي ديتوكس ونضفي كل الحاجات دي. اي حاجة بتشوش على عقلك وبتشتتك امسحيها. تالت نقطة، قسمي حياتك. الحياة مش دراسة وشغل وجامعة بس، في محاور وجوانب تانية، في محاور نفسية وجسدية واجتماعية ومادية وتعليمية، في جوانب كتير جدا غير الشغل والدراسة. فاعملي دايرة وقسمي حياتك على المجالات دي، واسألي نفسك بكل صراحة ايه اللي ناقصني في كل جنب او في كل محور من المحاور دي، وكل فترة حاولي تشتغلي على كل جانب من الجوانب دي.
اهم حاجة توازني بين كل المحاور، لان ما ينفعش محور يكون كامل بنسبة 100% والمحور التاني يكون مفيش شغل عليه اصلا. يعني ما ينفعش ابقى مثلا صحيا انا تمام بس مثلا ماديا او جسديا مش احسن حاجة. فحاولي توازني لان التوازن سر من اسرار الحياة السليمة. انا نسيت رابع نقطة، اعملي جدول لحياتك. اكبر سبب بيخلينا نحس ان حياتنا كده سايبة هو اننا بنصحى كل يوم مش عارفين هنعمل ايه. فاعملي جدول يومي او حتى روتين يومي بسيط. مش لازم اليوم يبقى ماشي بالساعة والدقيقة، ولكن حاولي تخلي فيه حاجات اساسية لازم تتعمل خلال اليوم، زي انك تقسمي وقت مثلا للتطوير، وقت انك تقعدي مع نفسك، وقت تتعلمي حاجة جديدة او تتعلمي لغة جديدة. واهمهم بجد انك تعملي وقت لنفسك، نفسك اللي بتضيع وسط زحمة الحياة لازم يكون ليها اهتمام شوية. خامس نقطة، حددي اهدافك. في فرق بين الحياة اللي ماشية كده وخلاص والحياة اللي مترتبة، وهو ان عندك هدف. والهدف مش لازم يكون كبير، ممكن يكون بسيط، زي مثلا انك تحددي انك تقرأي كتاب مثلا كل اسبوع، او انك عايزة تتعلمي مهارة جديدة، او تحسني من اكلك وتلعبي رياضة. كل دي اهداف، وكل هدف بتحققيه بتحسي انك بدأتي تسترجعي السيطرة على حياتك من اول وجديد. سادس نقطة، فلترة العلاقات. انتي محتاجة ناس حواليكي زي الشمس ينوروا حياتك يحيوها. ابعدي عن الناس اللي وجودهم بيوجع، ابعدي عن الناس اللي بجد بيستهلكوكي زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات. حتى لو كنتي متعودة عليهم ابعدي، بيأذوكي ابعدي. الصداقة والعلاقات مش بالعشرة ولكن بالحب والدعم والنقاء. في مقولة حقيقية بتقول الصديق مش اللي بيقعد جنبك وانتي بتعيطي، ولكن الصديق هو اللي بيمنعك انك توصلي لمرحلة البكاء اصلا. فدوري على الناس اللي بتحفزك، اللي بتدعمك، اللي بتضحكي من قلبك وانتي معاهم، اللي تبقي على طبيعتك حواليهم من غير اي خوف او قلق. سابع نقطة، استمعي لنفسك. كل يوم خصصي ولو 10 دقايق او ربع ساعة تقعدي فيها مع نفسك من غير موبايل، من غير اي حد، واسألي نفسك انا عاملة ايه، او انا حاسة بايه، ايه اكتر حاجة تعباني او ايه اكتر حاجة بسطاني. واكتبي كل الكلام ده في دفتر. المشاعر اللي بتكتبيها او اللي بتخرجيها من جواكي، المشاعر اللي بتكتبيها ما بتتخزنش جواكي بل بتتحول لوعي، ووعي يعني قوة. تامن نقطة، التعليم والتطوير. لو عايزة فعلا تعيدي ترتيب حياتك لازم تتعلمي، مش بس تعليم أكاديمي ولكن تعليم ذاتي. اتعلمي من نفسك، اتعلمي عن علم النفس، اتعلمي عن العلاقات، اتعلمي عن المال، عن الصحة. شوفي بودكاست، خدي كورسات، اتفرجي على فيديوز على اليوتيوب. اهم حاجة تتعلمي، تغذي عقلك. في جملة سمعتها قبل كده بتقولك املي، تقريبا يعني املي كرشك، املي دولابك، فضي عقلك. الجملة دي حقيقي بجد ملهاش اي معنى. اصل لو عقلك فاضي فانتي، بحس ان لا، الانسان اللي عقله بحسه ما بيبقاش عايش، يعني مبيبقاش، مش بيكون ليه في جوانب الحياة. لكن عادي فضي كرشك، ما تاكليش، ما تمليش دولابك، البسي اي حاجة، ولكن بجد غذي عقلك. لما يبقى عقلك متغذي بيبقى عندك وعي كافي انك تبقي فاهمة في كل الجوانب. فبجد اتعلمي وطوري من نفسك، اتعلمي تعليم مفيش حد يجي
رابع نقطة، سامحي نفسك. انسي كل الأخطاء اللي عملتيها، وانسي كل الأوقات اللي كنت فيها ضعيفة، كل لحظة سبتي فيها نفسك تتكسري أو تتوجعي. مش مهم ايه اللي حصل، المهم انتي هتعملي ايه دلوقتي. هل هتاخدي خطوات للمستقبل انك تكوني في حياة صحية اكتر، ولا هتفضلي عايشة في الماضي؟ فقولي لنفسك انا مش هعيش اسيرة ماضي، انا هعيش حرة في مستقبلي. اخر حاجة، ابدأي من دلوقتي. مش لازم تبقي جاهزة بنسبة 100%، مش لازم كل حاجة تبقى كاملة علشان تبدأي. ابدأي بقدر طاقتك، خطوة صغيرة. ابدأي ولو بحاجات بسيطة، بس ابدأي. خدي الخطوة، خدي القرار. لما تقرري تبدأي هتلاقي نفسك كل يوم أقرب للحياة اللي بتحلمي بيها. وأخيرا، عيدي ترتيب حياتك براحة وبحب وبإيجابية. كل مرة بتختاري نفسك بتكسبي، وكل مرة بتسيبي الدنيا تسوقك بتبعدي عن حقيقتك. فابدأي دلوقتي، وصدقيني كل حاجة لسه ممكنة. وبس كده.